جمعية أبي القراق والكبير الفاضل السي نور الدين، وأتشرف أن أكون يعني من بين أن أكون جزءا من هذا اللقاء. أنا عائشة بن عدة وبنتي خديجة بن شاهد. كنشكر المسؤولين كاملين. أنا فرحانة ناديت سيدي وصيفط لي الحماية وصيفط لي الرعاية. فرحانة أنا وبنتي بهذا الكرسي. يا ربي تعاوننا، ويا ربي كما استفدت بنتي بغيت كلشي يستافد. الحمد لله يا سيدي ربي باقي الخير في الدنيا. الحمد لله. عاش الملك، والله يخلي لنا سيدنا، والله ينصرو، والله يشافي على وليدات. فرحة كبيرة، فرحة كبيرة قداش لا أنا ولا بنتي فرحانين ما نتصورش. واخا نعبر ما غنقدرش نعبر لك. فرحانه بنتي، وانا بنتي مسكينه كانت معذبه، دابا عاد تقادات لي الحمد لله في الجلسه. عاونتني في بنتي ومسانداني، وكنستافد من الترويض ومن التمدرس الحمد لله. وكنتمنى من قلبي يا سيدي يا ربي كلشي يستافد، كاع الوليدات يستافدوا. وعاش الملك، عاش الملك، الله يخليه لينا بركه، والله ينصرو، والله يعيننا. السلام عليكم. احنا اليوم متواجدين في ضمن هذا الملتقى اللي كتنظمه جمعية أبي القراق من خلال نادي المعاق التابع لها، واللي الغرض منه هو توزيع المعدات التقنية للأشخاص في وضعية إعاقة. واليوم هذه المعدات اللي كتمكن هاد الاشخاص من انهم يعني يفتحوا الطريق ديالهم ويتطوروا بهم من بعد ما كيكون الشخص انه لا يمكن له حتى ان يتحرك، ولكن بهذه المعدات يمكنه أن يتمدرس، يعني يمشي للمدارس ديالو، يمكن أنه يقرأ ويعمل مشاريع إلى آخره، لأنهم هما يعني دورهم أساسي ومهم في الحياة، خصوصا الفئة اللي هي فئة الأشخاص في وضعية إعاقة. وهذا اليوم استهل هذا اللقاء يعني بواحد المائدة مستديرة اللي كانت فيها عدد من المداخلات من الشريك الرئيسي اللي هي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعني البرامج الموجهة من طرف المبادرة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة. كذلك الدور ديال مندوبيات التعاون الوطني ووزارة الإدماج الاقتصادي والأسرة، وزارة التضامن الإدماج الاقتصادي والأسرة، في تأمين هذه المعدات التقنية لهاد الأشخاص في وضعية إعاقة. كذلك بين في هذه المداخلات استفدوا عدد ديال الحضور الكريم للدور الهام ديالها. وكذلك يعني التوزيع ديال هذه المعدات كان على عدة مستويات. أولا الأطفال اللي استفدوا من كراسي مكيفة، كذلك الصغار اللي استفدوا من كراسي متحركة للصغار، وكذلك كراسي متحركة للكبار، وواحد العدد ديال كراسي الحمام، يعني كنقولوا لهم الشيز تواليت. كذلك دوك لي بيكي اللي هما العمادات، لا الكندية ولا الانجليزيه للصغار، كذلك وللكبار دوك لي بروتيز. الفرحه ديال الاطفال، الفرحه ديال العائلات ديالهم، التهوين او يعني كنهونوا عليهم على الاقل التحركات ديال هاد الاطفال، كيفاش انهم يمارسوا حياتهم العاديه كاسوياء. اذا هاد العدد ديال المعدات هي مهمه جدا في حياتهم، ولهذا ارتأت جمعيه أبي القراق انها طيله السنه من خلال نادي المعاق التابع لها طيله السنه كتقوم بتوزيع هذه المعدات، كتواكب هاد الاشخاص، كدير لهم حتى الكبار تكوينات اللي باش يعني يستافدوا من المشاريع. واللي اكثر من هذا هما انه كاينين اشخاص
اللي هما واكبناهم منذ الصغر بهذه المعدات التقنيه، والان وصلوا لانهم يقدموا لنا واحد يعني جدول ديال مشروع اللي غيتقدموا به، وحنا اليوم دعمناهم بمنحه ماليه اللي على الاقل لانطلاقه المشروع ديالهم وباش ينطلقوا. جزيل الشكر لانكم دائما حاضرين ومتواجدين معنا. شكرا لكم جميعا. نجيب قديري، مدير مركز التوجيه والارشاد التابع لجمعيه ابي القراق. اليوم كما شفتوا على ان درنا واحد المائده مستديره حول الدور ديال المعدات التقنيه استقلاليه ديال الشخص اللي مدعي اعاقه. دونك درنا هذه الندوه باش كنبينوا الاهميه ديال هاد المعدات، لان بديك المعدات كيجعل ان الانسان، ان الطفل او الشاب او كيمكن له يزاول كاع الدراسه ديالو او المهن ديالو او التشغيل ديالو في استقلاليه بدون ما يحتاج حتى شي حد. دونك كان بغينا نعمل في هذه المائده، بغينا نبينوا على ان الدور كبير وكبير بزاف اللي كيلعب الدور ديال هاد المعدات التقنيه، لا في لابارياج، لا في الانسان كيكون خصو واحد الرجل اصطناعي، او لا خصو سميتو كرسي متحرك، او لا خصو غير بيكي او لا كان اللي بهذيك الاله كتجعلو كيولي عنده واحد الاستقلاليه باش كيمكن له يقرا، يزاول المهام ديالو بواحد الاستقلاليه وبواحد الاريحيه. وهذا هو الدور ديالنا ديال المركز ديال التوجيه والارشاد اللي كيخدم يوميا واللي كيستقبل واحد المجموعه ديال العائلات اللي كيكونوا محتاجين لهاد المساعده هي كثيره. تقدر تكون معدات، تقدر تكون دروس، تقدر تكون تشغيل الى اخره. الاحساس ديالي راه كيبين على ان راه كتشوفها غير في العائلات، كتشوفها غير في الراحه ديال العائلات، لان حتى العائلات كيحسوا ان داك الشاب ولا داك الطفل حتى هو غيولي عنده واحد الاستقلاليه، وحتى ولا غادي يولي حتى هو كيمارس الحياه ديالو العاديه بدون بحالو بحال الاخرين. دونك الشعور ديالي وهو زعما ماشي فرحه، ولكن الشعور ديالي هو زعما الهدف هو بغينا نبينوا للناس جميع الفعاليات اللي كتخدم الصلاة ان الدور ديال هذه المعدات التقنيه في الاستقلاليه ديال الشخص اللي بغى يديرها.